باندا صغيرة افتكرته أمه، بس الأم دي ما كانتش تقدر ترضعه برضه. وبين ما جاكي واقف بيفكر في حل، عصابة فجأة اقتحمت مركز الأبحاث وسيطرت على المكان. جاكي ما كانش واخد باله من اللي بيحصل خالص، لكن واحد من أفراد العصابة وكان من معجبينه عرفوا فوراً. زعيم العصابة قرب من جاكي لف ادى الكوباية لمساعده، وبعدين لف تاني بسرعة علشان يشغل أفراد العصابة عنه. زعيم العصابة اللي كان هاوي فنون قتالية استغل الفرصة وتحدى جاكي في مواجهة 1 ل1. جاكي اتزنق، بس مع كده فضل يحمي هروب مساعده وهو شايل دبدوب الباندا. نسق مع مساعده يعملوا دوشة علشان يلفتوا انتباه العصابة ويسمحوا للباقي يهرب. ولما أفراد العصابة أخيراً فهموا إن في حاجة غلط، كان الوقت فات. وفي الأول جاكي كان مسيطر، لكن سنه المتقدم خلاه تدريجياً في موقف أضعف. لما لقى فرصة يمد إيده بضربة، استخدمها في الحقيقة كخدعة علشان يهرب. قدر يستخبى في الأسانسير ويتقابل مع مساعده تاني ويهرب من مطاردة العصابة. لكن دبدوب الباندا الصغير بعد يوم كامل من غير أكل فضل يعيط من الجوع من غير توقف، فقرروا يروحوا للكركدن. عجل الكركدن اللي كان لسه بيرضع لبن اتسحب فجأة من مكانه على إيد جاكي شان. العجل اتضايق واتمرد علشان اتقطع عن الرضاعة، بس ما قدرش يقاوم 2 كبار، فمشي وهو غضبان. جاكي طلع فوراً ببرونة لبن وبدأ يقرب بهدوء من أم الكركدن. فجأة فتحت عينيها، افتكروا إنهم اتكشفوا، ولما اتأكد إن الدنيا أمان بدأ يعصر اللبن من ضرعها بسرعة. أم الكركدن كانت مش حاسة بأي حاجة غريبة بتحصل، وأول ما البرونة قربت تتملي شريكه طلع صوت ريح. الاتنين عدوا الموقف المخيف وافتكروا إنهم بقوا في أمان تاني، لكن الشريك حس بنية حذر تشينغ لونج يبص وراه. لدهشتهم الشديدة لقوا عجل الكركدن جايب أبوه. عيون الاتنين وسعت من الصدمة. الكركدن الكبير اندفع ناحيتهم. لما شافوا كده خطفوا البرونة وجروا بأقصى سرعتهم، وما إن دبدوب الباندا خلص البرونة كلها لحد ما أخيراً نام وهو شبعان ومرتاح.